مساء الخير أعزائي المشاهدين من المركز الكردي للدراسات، حلقة جديدة نخوض فيها في التطورات والمستجدات الأخيرة في حرب سلطة دمشق على محافظة الحسكة ومقاطعة كوباني. يسرنا أن يكون معنا مجددا الزميل الكاتب والباحث السياسي شورج درويش. تحياتي زميل شورج. أهلا، تحياتي دكتور طارق، شكرا كمان على الاستضافة. شكرا عزيزي. مجموعة كبيرة من التطورات منذ لقائنا الأخير، زيارة الجنرال مظلوم عبده والسيدة إلهام أحمد إلى دمشق. ربما ترافق مع ذلك الاتصال الذي اجراه الرئيس دونالد ترامب مع رئيس المؤقت احمد الشرع. كان قبل ذلك بيان من الاتحاد الاوروبي وامريكا، يعني دول مهمه في اوروبا وامريكا، بيان مشترك يدعو للتهدئه. وقبل ذلك كان هناك اعلان من السيناتور لينسي جراهام حول اعداده قانون حمايه الكرد ومطالبته السلطه بوقف التجاوزات بحق المكون الكردي في سوريا. كل هذه التطورات المتسارعة، يعني السبب إلى ماذا أفضل؟ يعني أنا تقديري الأساسي أنه كل حراك يجري، كل حراك دبلوماسي دولي داخلي داخل أمريكا في سوريا، كله سبب واحد، أنه في قوتين على الأرض. لا يمكن الحديث عن من سيهزم من. هناك نوع من صراع عسكري باسم الهدنة، تجري المناوشات ويعني إطلاق نار من طرف، من زاوية، من مكان، ونوع من الاستهتار بفكرة الهدنة، وتقدم لفصائل دمشق باتجاه محاور معينة، محاولة إلى قطع طريق معين. كل هاي المسائل الإقليمية والدبلوماسية والكردستانية مبنية على فكرة واحدة: مقدرة وصمود المقاتل أو المقاتلة في قوات سوريا الديمقراطية على الأرض. هذا أساسي. غير هيك، بمجرد أن تدافع عن نفسك يعني ستغير كثير من المعادلات. يعني بالمحصلة ما في كرت مقدم للسلطة الانتقالية في سوريا لتقوم بمهمة تمتد على سنة أو سنتين أو 5 سنين. أنت قادر تاخذها مثل دير الزور والرقة اللي أخذتها بموجب تفاوض. أنت قادر تاخذها مثل ما أخذت دمشق اللي أخذتها بما يسمى ردع العدوان، لكن الحقيقة كشفها اليوم وزير خارجية تركيا هاكان فيدان. هل ستأخذ الجزيرة بهذه الطريقة؟ طيب ماذا لو رفض المقاتلين في تلك المناطق تسليم أسلحتهم بالطريقة التي تختارها بدون التفاوض أو بالالتفاف على التفاوض؟ أنا بتقديري هذا الضغط اللي عم نسمعه بالدوائر الغربية، وفي موقف أوروبي متقدم اليوم، في رئيس لجنة توسيع الناتو كمان له موقف متقدم فيما خص المنطقة، منطقة الحسكة وكوباني. في كتير حكي داخل أمريكا نفسها. واللي ما بيعرف ليندسي جراهام يعني مشكلة كبيرة، إنه ليندسي استطاع عام 2019 يحول دون انسحاب أمريكا من سوريا. كان الانسحاب نهائي، وترامب رفع شعاره المميز: سوريا ليس فيها شيء، هي مجرد رمال ودماء، أو تراب ودماء. بهذا المعنى استطاع لينسي جراهام بموجب تقديراته لفكرة الأمن القومي الأمريكي أن يحشد نواب وأعضاء مجلس الشيوخ من الطرفين، يعني من الحزبين. حاليا هناك نفس الجو، يعني تشبه مرحلة إنقاذ ما يمكن إنقاذه أمريكيا، خاصة أنه لا يزال لغز وموضوع داعش غير متضح المعالم للولايات المتحدة. ماذا عن المستقبل، عن المصلحة الأمريكية في المنطقة والأمن القومي الأمريكي؟ يعني الأمريكان مش إنه بس موجودين في أمريكا، هم موجودين في كل العالم. وتبئير المرسلة، جعل البؤرة فقط في سوريا والعراق، هذا كان أمر ناجح للولايات المتحدة وفق تقدير أمريكيين، أنه عم نضيق الخناق قدر الإمكان من أجل أن لا يخرج هذا المارد مرة أخرى ليعكر صفو الأمن الدولي، مش بس أمن الولايات المتحدة. موقف لينسي جراهام هالمرة بيشبه موقفه ب 2019: ضغط، شحن جميع المؤيدين لفكرة تأمين حقوق الكرد. وفي شعار اليوم ملاحظ منذ أحداث شيخ مقصود أو العملية العسكرية على الشيخ مقصود والأشرفية دكتور، الشعار صاير وضع كلمة الأكراد في الإعلام الغربي، وفي كلام السينات، وفي كلام الرئيس ترامب. عندما يتحدث إلى الشرع يقول يعني سنضمن
أو يعني نحاول حماية الأكراد. قالها هو تحديدا أيضا للصحفيين، قالوها السنت بشكل واضح جدا: لا نقبل المساس بالكرد. فرنسا تتحدث عن الكرد بشكل واضح جدا. تركيا اليوم تتحدث أنه نحن ما عندنا مشكلة مع الكرد. إذا المفهوم هو هذا الطراز من الحروب، أنه في سويدا ما فيك تقول للناس أنا مشكلتي مع الهجر، لا مشكلتك مع الدروز. وما فيك تقول اليوم مشكلتي مع قسد، لا مشكلتك مع الأكراد. هذا يفهمه العالم. فبدون بدون نضيع وقت على مرحلة استخباء الناس والدول والمراقبين والمخابرات، لا أنت عندك مشكلة. لأنه مثل ما بسميه اليوم بمقال فابريس بالانش، أنت عم تعمل نظام مركزي إسلامي عربي، طبقات فوق بعض من مركزية إسلامية عربية ومتمحورة حول نظام فئوي وجماعة معينة. هذا هو الواقع. الشراكة هي تكسير لذلك، اللامركزية تكسير لفكرة المركزية، المواطنة تكسير لفكرة النظام العربي، العدالة والمساواة بين الطوائف والإثنيات والقوميات هو تكسير لفكرة النظام الإسلامي. هذا النظام ما رح يقبله العالم بدون ضمانات حقيقية للتحول. إذا كان في البداية كثير من التشجيع لمحاولة احتواء الوافد الجديد إلى قصر الشعب، لكن هذا ما بيعني بأي حال أنه هو بطاقة مفتوحة لتعمل ما بدالك. بلغت حد معين في الساحل وأوقفوك، بلغت حد معين في جنوب سوريا في السويدة وأوقفوك، الآن بلغت حد معين في المنطقة الكردية فأوقفوك أو سيوقفوك. لكن كل أمر مرتبط دائما بقدرة المقاتلين على الأرض، بفرض بعدم قبول فرض واقع جديد عليهم. يعني المسألة أنا باعتقادي مرتبطة اليوم بجدارة قسد في حماية المنطقة، وصعوبة وتعذر تقدم القوات رغم خرق الهدنة. وهذا أمر مسيء جدا لفكرة أن تثق بسلطة تحدثت عن اذهبوا أنتم الطلقاء فألقوا القبض على الطلقاء وفصلوهم من المدارس، عفوا من الوظائف الحكومية. قالوا للدروز أنتم أهلنا، ودخلوا فجزوا وأهانوا يعني ارتكابات كثيرة. اليوم أيضا في إزاء الكرد، كمان ما عندنا مشكلة مع الكرد، وتقتل عائلات مدنية نازحة، وتقتل عائلات بمجرد أنهم مقيمين في منطقة اليوم تفرض عليها حصار مطبق اسمها كوباني. لا يعني أنا باعتقادي الجو الدولي ما حيكون كرت مفتوح للشر، لا نهائيا. يعني في صعوبة بهذا الموضوع. هذا لا يعني انتصار الكرد وهزيمة السلطة، لا لا، بس بمعنى أنه يتم تجميد الصراع أو نقله إلى المستوى السياسي. اليوم كان في لقاء بين الجنرال مظلوم عبده وفق وسائل الإعلام وسلطة الحكومة الانتقالية بدمشق. النقاش ما رشح عنه لا يبدو جدي. أنا باعتقادي في كثير من تلبيس المفردات. لا توجد ورقة رسمية نحتكم إليها ونناقشها. ممكن هذا اختبار أو جولة بين جولات، لكن الأمل الكبير أنه يجري التفاهم مبدئيا على كسر الحصار عن كوباني، وقف إطلاق النار، تثبيت الهدنة، والتزام كل طرف بمناطقه بدون الرغبة في التوسع وقضم المزيد من الأراضي. يعني هي سياسة تشبه سياسات استعمار أكثر من أنه تشبه سياسة وطنية. أنت عم تفاوض جهة، التزم بحدودك أو ما وصلت إليه مدافعك. آه. آه، يعني حديث السيناتور لينسي جراهام عن قانون حماية الكرد كان مهم جدا، وهو قال أنه في عندي أغلبية من الجمهوريين ومن الديمقراطيين للتصويت على هذا القانون وتمريره، وبالتالي جعله ملزما للإدارة الأمريكية. واعتقد انه اتصال ترامب مع احمد الشرع جاء بعد ضغوط حقيقيه من يعني السياسه الامريكيه ومن كل المفاصل والادارات. اسال عن اهميه هذا القانون يعني في تغيير الحاله الجامده في كسرها كما وصفت انت. واسالك ايضا عن الموقف الكردي، الموقف الكردستاني، كل هذا يعني النهوض الذي حصل سواء على الميدان او على الساحات ووسائل الإعلام وكل ما يخص يعني هذه الحالة في استنهاض الهمم ضد هذا الغزو وضد هذه الحرب. هل فعلا الكرد كسروا إرادة من أراد بهم شرا وسوءا؟ أنا بظن أنه بلش من الأخير دكتور، أنه يعني قدرة الكرد على حماية أنفسهم تضاعفت خلال
يعني السنوات الماضية من أواسط التسعينات إلى اليوم. صار في عندهم مقدرة وكفاءة أكبر على حماية النفس. صحيح في مجازر، صحيح في أنماط إبادية، سواء إبادة فيزيائية أو إبادة ثقافية أو إبادة على مستوى حتى الإعلام، يعني الإبادة المعنوية ممكن نسميها. ممكن عم تلاحظ كل هالإبادات، لكن رغم ذلك هذا التضامن الكردستاني العميق اللي مليء بالوجدان، مليء بالاندفاع، مليء بال يعني مدينين ككرد سوريا اليوم، مدينين لكل رجل وامرأة في كل كردستان. هذا أمر مس وجدان كل كردي، وهذا منه دين، هذا واجب قاموا به. ما كانت في السابق، ما كانت الأمور على هذا النحو، ما كان التضامن بلغ هذا المستوى العالي. الإعلام الكردي كان منصف جدا لحقيقة تعرض الكرد لظلم، معاقبتهم بهذه الطريقة من قبل دول كان يفترض أن يكونوا شركاء أكثر عدلا في التعامل مع الكرد، مع سلطة لم تبادرها القوى الكردية أي شر. ولا حزب كردي قال نطالب بإسقاط النظام، ولا حزب كردي اندفع وقتل حدا من هذه السلطة، ولا مسلح كردي أطلق النار إلا في حالة الدفاع عن النفس. ورغم ذلك كان في كلام في الإعلام العربي والإعلام السوري، كثير كلام مليء بالوطنية من قبل الكرد. رغم ذلك كان في جزاء يفوق أو عقاب يفوق التصور. قانون حماية الكرد، أنا بتقديري إذا نجح لينسي جراهام بتمرير هذا القانون، هذا يعني أن تبقى سوريا تحت سيف عقوبات يمكن أن يفرضها الكونغرس، هي بعكس العقوبات التي يمكن يفرضها الرئيس الأمريكي. هالمرة إذا فرضت هذه العقوبات راح تكون في إزاء كيف ترفع هذه العقوبات عن نفسك. يعني طالما في كردي يعذب أو يقتل أو يهان، العقوبات راح تبقى. وبالتالي هي أصعب أنواع العقوبات أن تضع عقوبات على شرط واحد، أنه حماية الأكراد. مفهوم الحماية مفهوم واسع جدا. راح يكون في تقارير دورية للكونغرس في حال فرض القانون، في حال، وهذا احتمال وارد أنه يتم فرضه، من أجل رفع أي عقوبات عن الحكومة السورية المؤقتة. لازم يتم مراجعة خلال الفترة الماضية شو حصل. هل في انتهاكات؟ ما مداها؟ ما قد يعني مستواها؟ من مست هذه الاعتداءات؟ كيف تتصرف الحكومة السورية لرفع هذه العقوبات عن نفسها؟ أنا لاحظت أنه لينسي جراهام بدأ يعالج جذر المشكلة بشكل أكبر. اليوم يحذر الدول الإقليمية بالعبث بالأمن القومي الأمريكي. وعندما نتحدث بهذه المسألة أكيد ما بنفكر بالعراق ولا بلبنان. فورا يتبادر إلى الذهن بأنها رسالة إلى تركيا، والكونغرس قادر يفرض عقوبات على تركيا في حال ذهب باتجاه إيذاء الكرد. والعقوبات هي سيف حقيقي بالنسبة للدول. بالنسبة للكيانات والجماعات ما بيهم. يعني فرضوا عقوبات على أحمد الهايس أو على أبو عمشة أو ما بيهمهم، عم يتعاملوا بالكاش وداخل أراضي محميين بموجب قانون وطني ركيك جدا، رديء جدا، ما في شفافية وما في عدالة. بينما للدول. بس جملة اعتراضية زميل شورش، يمكن العقوبات اللي فرضوها على تركيا منذ 2015 فيما يخص برنامج الطائرات اف 35 الى الان تعاني منها تركيا، يعني واخلت بموازين القوى في كل منطقه، يعني تركيا بقت متاخره طبعا، الى جانب عقوبات اخرى تتعلق بقطع الغيار وما شابه. لما جابوا الاس 400 فرضت الولايات المتحدة، حاولت تفعيل قانون كاتسا، اللي هو اسمه قانون أعداء الولايات المتحدة. والمعنى أنه كل من يشتري قطعة سلاح من غير دول الناتو يعتبر عدو. وأنت جبت منظومة طيران، منظومة مضادات جوية الاس 400 الروسية المتقدمة ب 2 مليار بوينت 300 مليون. أمامك حلين، يا إما تبيعها خردة أو تسلمها للدولة المنتجة أو تبيعها لطرف ثالث ما يكون في الناتو. يعني ثلاث احتمالات. وقتها تم فرض الشيء من العقوبات، وتضرر برنامج تطوير الاف 16، وحرمت تركيا من الاف 35، فيما زودت اليونان وفرضت تطور جوي بموجب اعطاء اليونان الاف 35 واضافه الى الكثير من المزايا على هذا الاوفر اللي قدمته واشنطن لليونان. ما ننسى أنه مسألة العقوبات توقع على الاقتصاد. ترامب في 2019 كان خشن جدا، تحدث إذا بالحرف الواحد إذا
حكى مع الرئيس أردوغان بتويتر غريبة شوي: لا تكن أحمقا، إذا تقدمت باتجاه توسيع المناطق سأدمر اقتصادك. والليرة التركية في وضع يعني، والتضخم في تركيا في وضع يعني لا يمكن القول بأنه حكومة تقدم هذا الأداء الاقتصادي ستنجح، خاصة في ظل عقوبات أمريكية. فلينسي يغمز من هذه القناة، ولينسي أيضا يتحدث بمنطق آخر أنه على السعودية أن تقوم بواجباتها تجاه سوريا. أنا باعتقادي تشعر واشنطن بأن الدور العربي يجب أن يكون متقدم على الدور التركي في سوريا، لأن الدور التركي هو دور تصفوي، يريد تصفية أي قضية كردية، أي منطق للدولة للتعامل مع الكرد كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات. هاي التصفية اللي تسعى إليها تركيا هي أمر تتفهمه أمريكا. لينسي يعرف من أين جاء قرار الحرب في الشيخ مقصود، في دير حافر، في الطبقة، في الرقة، في دير الزور، في الحسكة اليوم وكوباني. بيعرف يعني، ما بدها هالمقدار من الخبرة السياسية اللي تعرف أنه القرار يصدر في أنقرة. فالتقدير والترجيح أنه في حال تم سن قوانين معينة لمعاقبة أفراد أو كيانات أو الدولة السورية برمتها، فهذا الأمر لن يكون رفعه سهل. تستمر عشرات السنوات ربما، هاي مع حالة تركيا أكثر من 10 سنوات. ما هو قيصر استمر لقرابة يعني 8 سنوات أو أكثر، يعني أو 7 سنوات يعني. رفع العقوبات هو أمر مكلف مجهد جدا للدول، وهي الولايات المتحدة رح تفرض العقوبات. ماذا لو سارت أوروبا في ركبها؟ ونحن اليوم عم نفهم الترويكا الأوروبية عندها توجه اتجاه سلطة دمشق: ألمانيا، بريطانيا، وفرنسا. وبالتالي إذا الثلاثة الكبار في أوروبا كان عندهم وجهة نظر ضاغطة على دمشق، هذا ممكن يكون صعب جدا تفهمه لسلطة دمشق التي تقول للغرب أنه أنا تغيرت. لا، ما تغيرت، أنت تتسبب في نكبات وفي مشكلات داخل المجتمع الأوروبي. هناك تعهدات قطعتها لنا. حكى عنا بالمناسبة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حكاها بوضوح أنه طلبنا منك 4 تعهدات، الأهم بالنسبة لي وحماية الأقليات والجماعات في سوريا. وهذا التعهد إذا تركيا طلبت هيك، فما بالك أوروبا؟ ما الذي طلبته أو الولايات المتحدة؟ في إخلال بالعقد. أنا بقول دائما أنه غير مسألة الفخ اللي هي كلمة نمطية يمكن تروح السلطة باتجاه فخ وآخر وآخر، في شيء تاني هو قدرة هذه السلطة على تقديم يعني تقرير شفاف عن حالتها في مجال حقوق الإنسان، في مجال احترام المرأة. كانت من الشروط الأوروبية الأولى، وكانت من الشروط الأمريكية قبل أنه يتغاضى عنها ترامب. ماذا عن الأقليات؟ عن الحكم التشاركي، تعديل الحكومة من حكومة فئوية إلى حكومة تمثل السوريين. يعني في كثير مسائل لم تجب عنها دمشق. هو يقول أعطوني وقت. وباعتقادي الدور الوظيفي لدمشق مرتبط بالمحصلة بالحرب الإيرانية، الحرب الأمريكية على إيران. أنا هذا إذا صارت حرب على إيران أو وصلوا إلى تسوية معينة، ستنتهي الحاجة إلى الأدوار الوظيفية لدمشق. لأنه يعني يمكن أنت كمان شفت تصريح لنوري المالكي مرشح لرئاسة الوزراء في العراق، قال أنه عندهم معلومات أنه في 70 ألف داعشي يحضر لجيش قوامه هذا العدد. وهناك شخصية عراقية يعني كانت معارضة لم يشر إليها، قال اجت يعني تم استهدافه هلا في المشفى، هكذا قال. لكن هو تحدث عن معلومات استخباراتية أنه نحن في العراق لدينا معلومات يحضر لشيء ما ضدنا، يعني ميليشيات قوية داعشية قوامها عشرات الآلاف من المقاتلين. بالنظر إلى هذا التصريح وكما أنت يعني أشرت إلى الدور الوظيفي، يعني هل هو هذا الدور الوظيفي انه يجيبوا ميليشيات ودواعش ويهجموا على العراق؟ لانه في ايضا في لبنان في الان نهوض سني عجيب، طرابلس وغير طرابلس، ودعوات انه نحن طرابلس الشام وخلينا نتحد. إذا عدنا مرة تانية يعني فكرة تخويف العراقيين بداعش، هذا رح يقضي على المنطقة. ما في مصلحة لسوريا بالذهاب إلى تقديم هذه الوظيفة للغرب، إلا إذا كان نظام هش ضعيف يعني أمام الغرب، قوي داخليا على الناس، على
في إصدار قوانين، في إصدار قانون يمنع المكياج في اللاذقية، ممكن تكون قوي في هذا الاتجاه. لكن تروح إلى فكرة مغامرة عسكرية مع العراق أنا أشوفها صعبة. تهديدهم بداعش هذا ممكن يفتح باب لا يمكن إغلاقه. والتجربة دائما بتقول لا تلعب مع الأطراف. صعبة من جهة انه مو عقلانية ولا كيف، ولا صعبة من جهة اعداد كم هذا العدد وتسليحهم و سترتد، لا دكتور، أنا بتقديري هيك لعبة محفوفة بالمخاطر سترتد على الولايات المتحدة وعلى سلطة دمشق نفسها. داعش بحكم التجربة والميراث اللي بنعرفه انه لا تلعب معها، لا تحاول تعطيها كيلومتر. لانه السلطة ارتكبت اشياء غير عقلانية، لذلك اقول لك في لا لا صح، الساحل يعني وفي هلا في بيروت وضد قسد. صح، في اسئله تطرح عن جداره السلطه في دمشق في اداره ملف داعش. هل ستتركهم سداح مداح وتقول لهم اعداكم هم الشيعه اتركونا في امان؟ طيب، هذه الصيغه الا تعني تجنيد ايضا سوريين في قتال دوله جاره وشقيقه وعربيه اللي هي العراق؟ ألا تعني هذه المسألة تأمين بيئة خصبة لنمو داعش مرة ثانية؟ ربما باسم ثاني، ربما بتركيب ثاني، لكن بنفس الأدوات المتوحشة لأجل مرحلة إدارة التوحش. فهون الخطر. حتى إذا اليوم بل نتخيل مجرد تخيل بشع جدا أنه يتم التشبيك بين مذهبيا بين سوريا والعراق ضد مذهب داخل العراق، وباسم جديد سميه اللي بدك اياه. لا تسميه صحوات ولا تسميه داعش ولا تسميه، فلنفترض انه اسمه، حتى اختاروا اسم رقيق نوعا ما. هل هذا لن يؤدي الى انفلاش المنطقة مرة اخرى؟ بالتأكيد الولايات المتحدة غير سعيدة بوصول نوري المالكي الى السلطة، لكن إذا بده يكون التصدي عبر سوريا فهذا سيحول المنطقة الشرقية في سوريا وسوريا برمتها إلى أداة في يد واشنطن لن تخدم المصلحة السورية ولا الأمن القومي السوري. وهي مفردة تبدو مضحكة شوي، الأمن القومي السوري اللي اللي يبدو لي هي مفردة ما تم استعمالها في الفترة الماضية. يعني حتى أشد المبالغين وغرورا في سوريا ما بيستعمل كلمة الأمن القومي السوري. نحن اعتدنا انه يقولوا المنظرين جماعة السلطة الامن القومي التركي. الأمن القومي التركي والسيادة السوري، يعني ما بيقولوا الأمن القومي السوري. ففي الأمن الوطني السوري أو الأمن القومي السوري مرتبط بقدرة سوريا على ضبط الحدود، وليس على يعني إفساح المجال أمام جماعات جهادية تتناوب على الحدود وماخذ الحدود سداح مداح وداخلة إلى الأنبار، تنسق معها أو ترفع من كذا. أعتقد بأنه حتى واشنطن خايفة من لعبة بهذا المستوى. هي فكرت الأساس أنه يتم تبيئة الجهاد الدولي وجعله وطني وإغلاق الباب عليه. لكن يبدو أن الطاقة الإسلامية لدى الجماعات الجهادية أو التكفيرية أو السلفية، الطاقة تفوق المكان. يعني القدر يفور أكثر من إمكانية حبسه داخل هذا القدر. في خوف من فكرة أنه تبيئة الجهاد ما تنجح، اللي هي فكرة البريطانيين كيف تصنع جهاد محلي، توطين الجهاد. كتبنا بالمركز الكردي للدراسات عن هذا الشيء. هل يمكن تبيئة الجهاد في سوريا؟ هذا سؤال يواجه بريطانيا اللي عملت حالها خبيرة في المسائل الإسلامية. ألن يقفز الجهاد من سوريا إلى طرابلس، إلى الأنبار، إلى مناطق أخرى؟ أنا باعتقادي أنه هي لعبة محفوفة بالمخاطر، تحتاج إلى تقارير، دراسات أكبر، تقصي أكثر. وأعتقد بأن واشنطن تستمهل الذهاب باتجاه تسليم كل شيء ملف داعش لسلطة دمشق، تستمهل. نعم، برأيك ماذا قال ترامب لأحمد الشرع بعد الضغوط من لينسي جراهام والتلويح بتمرير قانون حماية الكرد في سوريا؟ بحسب سانا كان كل شيء رائع المرة الماضية. بحسب المونيتور قالوا نبهوا بالدخول إلى الحسكة والمناطق الكردية، حذر. بحسب سانا هالمرة كمان بده وحدة سوريا وسيادة وملف داعش، وكررت داعش أكثر من مرة. هذا التزام قطعه رئيس الانتقالي لأمريكا. بحسب سانا أنه يجب دمج قسد ضمن الجيش والقوات المسلحة. بحسب ترامب هذا بكرة ممكن نسمعه، أو بعد شوي بصحف غربية، ونعرف الصورة الكاملة للحديث. لأنه في اجتزاء بالإعلام السوري، دائما في اجتزاء، يركزون على كلمة العلاقات المتينة ونظيره الأمريكي
الرئيس السوري ونظيره الأمريكي، ويتم الكلام دائما بطريقة القص. بدنا نجيب القص نقص أيضا من الصحف الغربية ونعمل لصق لنشوف الرواية الكاملة. أنا باعتقادي كمان في ضغط من لينسي جراهام، اللي بكل تويتة تخص كرد سوريا يدعو الرب لحماية ترامب. وهو كشخص من أبرز داعمي ترامب وصوته مسموع، يعرف كيف يخاطب ترامب في هذا الملف، ليس حبا بالأكراد، بالأمن القومي الأمريكي. هو صحيح بومبيو وزير الخارجية السابق بيحكي عن الأخلاق فيما يخص الكرد، لينسي جراهام يتحدث عن الأخلاق، جين شاهين تتحدث عن الأخلاق، السيناتور ريش بيتحدث عن الأخلاق، وكتار كلهم بيركزوا على المستوى الأخلاقي. إذا حطينا الأخلاق على الطرف وحكينا سياسة مباشرة، هن خايفين على الأمن القومي الأمريكي وعن خسارة حليف للأبد. يعني قد يندثر بين الإبادات والحكم المركزي والحكم اللي سبق قلنا استعمله فابريس بالانش، المركزي العربي الإسلامي. في خوف لدى واشنطن أنا باعتقادي. ماذا قال ترامب؟ أنا باعتقادي يدعو إلى يعني التهدئة، إلى التفاوض، يشجع التفاوض. وبالمناسبة اليوم بومبيو حكي كلام شوي خطير دكتور طارق، وزير خارجية الأمريكي الأسبق، بيقول اللي عمل مطرقة منتصف الليل مع إيران واللي جابه لمادورو من نص قصره قادر يعمل شيء مع سلطة دمشق كمان. فلا تنسوا انه ترامب لا تزال لديه يعني خيارات في استعمال القوة. يعني ما كل شيء حيمضي بطريقة انه يعني بمعنى انا بصورها بمداعبة هرة، لا، ترامب احيانا يركل الهرة كمان، يعني مو بس هيك. يعني يغدر بأقرب حلفائه. ترك ترامب يعني ما حيكون الشرع أنا بتقديري أعز من فرنسا ولا أعز من بريطانيا بعد علاقات 70 عام تحالف قائم أنجلو ساكسوني. لن يكون أعز من ألمانيا وجيش الأمريكي متواجد على الأراضي الألمانية والثقافة الألمانية مدينة والثقافة الأمريكية مدينة للألمان. كيف يمكن تتخلى عن هؤلاء الحلفاء؟ فلن تتخلى عن دولة فلانية. أمريكا ليس لديها حلفاء، هذا كلام لذيذ سمعناه قبل فترة جميل جدا. أمريكا لديها مصالح تتقاطع اليوم تختلف غدا، تتقاطع في مكان وتختلف. لكن فكرة أنه يكون لك حلفاء، حتى فكرة أنه إسرائيل حليف لواشنطن، هذا قول، لكن في الداخل هناك تنافر حتى في مصالح الطرفين. وبالتالي التعويل على فكرة أنه نحن صرنا حلفاء أمريكا، يعني قصد على الأقل كانت تتحدث الفترة أنه نحن حلفاء لواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب، تحالف المهمة الواحدة. ما قلنا أنه نحن حلفاء وبحق لنا نناقش الشأن الأمريكي والأمريكان يناقشوا الشأن الكردي، لا. وما كان في وعود أمريكية للكرد، بنفهم هذا الشيء، ولا وعود كردية أنه بدنا نبقى ملتزمين بالسياسة الأمريكية. إذا بكرة قالت لنا واشنطن روحوا حاربوا الحشد الشعبي أو حاربوا السنة، ما حنعمل هيك. يعني كانت قصد واضحة جدا أنه كمان عندنا سياساتنا في المنطقة ومحيطنا الحيوي اللي هو العرب، سنة أو شيعة، الأتراك، الفرس. ما ممكن نلعب بعدادات سياستنا. أنا باعتقادي أنه فكرة أنه نحن صرنا حلفاء الولايات المتحدة، هذا قول سوري يبدو لي يفتقر إلى الحكمة، ضعيف جدا. في زيارة لموسكو، زيارة أحمد الشرع غدا يمكن، مفاجأة يعني ما كان حدا متوقعها. ويعني أنا في تقديري لا تزال مسألة موسكو يعني مبنية على تصورات تركية بتأمين دمشق من أي فيتو مستقبلي روسي، أو من مشروع قرار روسي. روسيا تدرس اليوم جديا الانسحاب بعد ما انسحبت من مطار القامشلي، وكان حضورها ضعيف أصلا في القامشلي. تدرس اليوم فكرة الانسحاب من حميمي، تسليم قاعدة حميمي، والانسحاب عسكريا من كل سوريا. ربما تبقى المسألة العالقة فقط، يعني قيد الدراسة، هي مرفأ طرطوس أو قاعدة طرطوس. روسيا أدركت أنه سوريا ستسير إما تحت المظلة الأمريكية يعني لوقت طويل جدا، أو ستسير باتجاه الفوضى. في الحالتين عبر عنها يعني الكاتب الروسي أوغستين، يمكن ما كان اسمه، دوغني. دوغين، ألكسندر دوغين عفوا، ألكسندر دوغين عبر انه
نحن خسرنا وانتهى، يعني صفحتنا في سوريا انتهت. هذا الكلام كان بعد يومين من سقوط بشار الأسد، ب 9 و10 فبراير هو حكى انه خلص انتهينا. يعني ما فينا نحكي بكلمة والله روسيا سيكون لها حضور آخر وكذا. ربما إذا طلبت دمشق، وإسرائيل هددت أنه لا روسيا ولا تركيا على حدودنا الجنوبية. وعلى اساس نحن سمعنا من السلطه انه قوات روسيه راح تجي على الجنوب وراح تفصل وراح تكون موجوده، طلع كله مسخ. رفضت لا، واشنطن رفضت مع إسرائيل، رفضوا هذا الاقتراح. يعني اليوم نرجع ونكرر، يعني وثيقة الأمن القومي بتحكي عن تركيا، إسرائيل، السعودية، وأمريكا لضبط الإيقاع في سوريا. ما في مكان لروسيا، وتناقض وتنافر بين الأطراف. سيبقى هذا الرباعي هو الذي يشكل السياسي في سوريا، يشكل مناطق النفوذ. الدور الروسي أنا بتقديري أنه ممكن يصبح في مكان ما، يعني دعم فني، دعم عسكري، دعم اقتصادي، أو علاقات اقتصادية، علاقات هادئة. بس إنه التسيير باتجاه التحالف مثل ما كان نظام الأسد من أيام السوفييت إلى أيام بوتين، مرورا بيلتسن، هذا صعب جدا. أنا أستبعد فكرة. يعني حتبقى بعض التوصيات لبوتين أيضا عندما يعني يطلب أو يوافق على مقابلة الرئيس السوري، أو يدعو الرئيس السوري الانتقالي. هذا ممكن يكون مبني على بعض التطلعات، أو الرغبة في أنه ما نكون أعداء. خلينا نسحب قواتنا من حميمي، ونحن ما عاد لنا الكثير في سوريا نشتغل عليه. نعم. واستصعب فكرة عودة الجنود الروس إلى جنوب سوريا، هذا صعب. نعم. يعني بالرغم مما حصل في الأسابيع الماضية من هجوم للسلطة على قوى سوريا الديمقراطية وإخلالها بكل المعاهدات والاتفاقيات، آه، عملية السلام في تركيا ما زالت قائمة، رغم أنه الضوء الأخضر يعني واضح أنه جاي من تركيا منذ أن دخل الشيباني للاجتماع وخرب الاتفاق على الفرق والألوية. عملية السلام ما زالت موجودة على قدميها في تركيا. قراءتك للمسيرة هناك لم تتضرر أو ربما تضررت لكن لم تنتهي، ومستقبل السلطة في سوريا وهي بهذه الحالة، يعني ما راح تتطور حالها، راح تظل هيك تقتنص الفرص ومد وجزر ضد شعبها. يعني مستقبلها لوين راح تتجه؟ أنا تقديري فيما يخص عملية السلام ستسير، يعني بوضع صعب جدا تسير، بتلاعب تركيا في مكان، رغبتها في الضغط في مكان آخر. تركيا تعرف أن سوريا هي صورتها في المرآة. يعني المرسوم 13 يجب أن يصدر في تركيا أيضا، بس يكون جد. مدحه أردوغان. يكون جدي المرسوم، يكون واضح جدا، يكون جزء من دستور مستقبلي. مسألة عدم الإخلال بمسألة يعني الحرب على الكرد باسم حزب العمال الكردستاني أو غيره. وأنت في فترة سلام، الطاقة المرعبة تم تفريغها في سوريا من قبل تركيا. هذا ما دفع حزب العمال الكردستاني ولا قيادته بالتخلي عن خيار السلام والالتزامات. كان اختبار صعب جدا على الحزب أنا بتقديري، وعلى جماهيره في تركيا، وعلى يعني مش بس مؤيدين وأنصار، ربما على أوجلان نفسه. يعني كان اختبار صعب لضبط النفس، ونجحوا في هذا الاختبار. وبعتقد أنه عملية السلام ستمضي بشكل أوضح إذا تم معالجة المسألة الكردية في سوريا. مقدار وجدارة تركيا اليوم تتوقف على أنه تكون عادلة تجاه كرد سوريا، مش أنه تقصفهم بالمسيرات. هذا يسيء لفكرة السلام في المنطقة، ويسيء للعلاقة اللي بلش ينحكى عنها، العلاقة الكردية التركية من ملازكرت إلى قبل تأسيس الجمهورية التركية. إذا استمرت تركيا في اتجاه التصعيد ضد الكرد، ستجابه برفض كردي عارم في المنطقة، وخاصة المنطقة يعني على فوهة بركان. الأوضاع في إيران، الأوضاع داخل العراق، الصراعات المذهبية المحتملة في المنطقة، انتشار الإرهاب وداعش. يعني أنا باعتقادي تركيا تريد تخفيض مطالبات كرد سوريا، لأنه هذه المطالبات ستنعكس عليها فيما بعد. لذلك يجب على الكرد، وجهة نظر تركيا، أنه ما ياخذوا شيء، بس إذا أخذوا شيء ياخذوا شيء بسيط جدا، يعني أقل من حقوقهم بكثير. بدي أغير السؤال، مو إلى أين تتجه الحكومة، نصيحتك للحكومة في دمشق. الصوت زميل شورش الصوت.
صوت مسكر عندك يمكن. أنا ما بنصح دمشق يعني، لكن إذا كان في مجال نصيحة لكل سوري، أنه نوقف الكراهية اليوم. هذه الكراهية وهذه الشماتة، عدم وجود بيان واحد من سوريين ديمقراطيين أو ليبراليين أو اشتراكيين. ما في بيان واحد بخصوص السويدة، ما في بيان بخصوص العلويين، ما في بيان بخصوص الكرد في سوريا. دائما هناك وقف يعني أو تأييد لهذه السلطة في أي حرب تخوضها. هذا يخسرنا سوريا كلها. وإذا كان على السلطة أن تقوم بشيء يدفعها للبقاء في السلطة، يعني مرتاحة وأمام مجتمع متعب، عليها أن تعالج المسائل بالسياسة. بعرف أنه خلفيتها مش سياسية جهادية، بعرف أنه تكوينها تكوين صعب أنك تاخده إلى السياسة والحديث السياسي أو النقاش المجتمعي بين السوريين. بعرف كل هذه المسائل، لكن كيف يمكن تغيير سلوك السلطان باعتقادي بالخارج وليس بالداخل. حكينا عن مؤتمر وطني عام يجمع السوريين، حكينا عن حكومة تمثيلية تشميلية تضم كل السوريين، حكينا عن حل المشكلات بالوسائل السياسية وعدم الاحتكام للعنف، عن تأسيس جيش وطني يطمئن له كل السوريين، عن فصل سلطات، عن إعلان دستوري يراعي أن الفترة انتقالية. كل هالكلام تم تمزيقه. فأي نصيحة يعني حتكون من قبيل يعني صرخة في وادي يعني، ما أكثر. المهم هو الضغط الدولي، متابعة المجتمع الدولي ما يجري مع في سوريا، الأسف، مع الأسف. التلويح بالعقوبات يعني المطرقة، لأنه السلطة ما في عندها غير التقية والتمكين. التقية اللي هو يعني توصيف آخر للكذب والتزييف، والتمكين اللي هو يعني خليني أمكن حالي مشان أصير قوي وأقضي عليك. وليكن صير قوي بس لا تقضي عليه، يعني صير قوي في المسارات الاقتصادية، أسس حزب سياسي كذا. بس أنا كلمة أخيرة دكتور، يعني العالم سواء اصطف ضد الكرد في لحظة أو يصطف حاليا مع السلطة أو في أي لحظة، هذا العالم ليس غبي. يعني لا يمكن أن يصدق ما تقوم به وما تضمره مثلا للجماعات والدول والجوار وإلى ما هنالك، ويقف مكتوف الأيدي. إيران اللي كانت أمبراطورية تهز المنطقة، عم نشوف كيف هي في هزيعة الأخير في لحظات الصعبة الأخيرة. فما بالك بنظام قيد التأسيس ولا يملك مقومات أنه يتحول إلى نظام آه، بملامح أمبراطورية مثل إيران. الأفضل التواضع شوي، القبول بفكرة المفاوضات، تنشيط 18 يناير، الذهاب لحل المسائل، إدماج الكرد في الدولة السورية، إدماجهم عسكريا. اليوم عندهم عنوان اسمه قسد. كيف تدمج الكرد في الجيش؟ يعني تجيبهم بتبعتهم على ثكناتك، بتعيد قولبتهم وفق فكر معين، تطالبهم أو تقربهم على قاعدة الولاء والبراء. هذا ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. كيف بدك تضم الدروز إلى جيش سوري يكفر أفراد فيه الدروز؟ كيف سيطمئن الدرزي لمستقبله داخل سوريا أو العلوي؟ بنص يمكن أن يقال في الثكنات، ممكن زميل يقتل زميل، زميل سلاح بيسموه، أو آه يعني جندي مع جندي يمكن أن تذهب إلى تكفيره. داخل هذا الجو لا يمكن بناء جيش سوري. نعم. كان في طبعا فواتير الكهرباء اللي الناس بلشت تشتكي منها في الداخل السوري، انه هاي دولة سنغافورة اللي كانوا يعدوا سوريين فيها صارت فواتير كهرباء 10 أضعاف. وطبعا حملة اعتقالات كبيرة في الرقة وفي دير الزور، والتهم شغالة، وفي ثأر وفي فلتان أمني كبير، مثل بقية المناطق التي تقع تحت سيطرة هذه السلطة. على كل يعني فيما يخص المفاوضات أو الحوار في دمشق لا نستطيع أن نتكهن، لكن حالما حصلنا على المعلومات. ننتظر عسى خير، يعني ننتظر عسى خير، يعني تنتهي الغمة وتنسحب فصائل السلطة من تلك المناطق، تقف تركيا عند حد معين ولا تتدخل في الشأن السوري، يتم إدماج قسد بشكل يليق بتضحياتها وبمقدرتها وكفاءتها. يعني يكون الأمن العام في المناطق، الأمن الداخلي جزء منه أو الجزء الأكبر منه هم من أبناء المنطقة. وطبعا لازم يكونوا كلهم من أبناء المنطقة، لكن بمعنى أن يتم الاعتماد على الأجهزة السابقة، لا أن ننسفها، مثل الأسايش لديها خبرة وقدرة على ضبط الأمن ومعرفة المجتمعات المحلية. يمكن البناء على هياكل الحكم في الإدارة الذاتية، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.
نعم. زميل شورى، شكرا جزيلا لك. نتوقف بضعة أيام ونعود مجددا لنقرأ التطورات، قراءة جديدة يعني آنية وتتوافق مع ما جرى. عزيزي شكرا جزيلا لك. تحياتي دكتور، ألف شكر، شكرا للمتابعة. شكرا لكم جميعا، تحياتي، مع السلامة.